نحن في عنا مثل شعبي يقول إذا جارك بخير فأنت بخير. اليوم نحن كما نتمنى لسوريا وشعبها أن يعيشوا، علينا أن نتمنى ونعمل على أن يعيش الجوار بأمن. لا يمكن أن نطلب الأمن ونخرق الأمن في الجوار. لا يمكن أن نحترم أمن بلدنا ولا نحترم أمن الآخرين. فمن يريد أن يعيش حياة آمنة هادئة قائمة على التعاون والتشارك، عليه أن يفهم هواجس الطرف الآخر وعليه أن يتعاون. نحن اليوم علاقتنا مع الأردن علاقة متميزة جدا، لأننا بكل بساطة أنهينا التهديدات التي كانت تصدر إليه في السابق، التهديد الأمني، التهديد الكبتاجون. أي شخص يريد أن يعيش بأمان عليه أن يحفظ أمن جواره، ليس فقط الأردن والعراق ولبنان، ونحن نحترم هذا الجوار ونعتز به. نحن لا نتحمل سوء العلاقة التي كان يصدرها النظام الأسد باتجاه لبنان، ونتمنى من الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية أن لا يحملنا تبعات هذه العلاقة، ونحن سنكون إلى جانب لبنان في الوقت الذي يريدون ذلك. تلقيت دعوة رسمية لزيارة بغداد وأتشرف بذلك وسأزورهم قريبا.